اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى راجع لكم بفيديو دمار، لازم تشوفوه، ما تعدوش الفيديو ده من غير ما تشوفوه. طبعا انا جايه لكم بان احنا هننضف الانتريه. بصوا الانتريه هنا عليه وساخه السنين، هنطلعها بكل سهوله زي ما انتم شايفين. والله هنطلعها بكل سهوله، ما تقلقوش. هما العيال بيخلوا الانتريه دمار واحنا علينا ننضفه، يعني نعمل ايه؟ هقولك على طريقة سحرية بجد، وصفة هايلة جدا جدا. امشي على نفس الخطوات بالظبط وان شاء الله هتاخدي انتريه تحفة. مع بصي يعني هينور كده، من بعد ما كان هيبقى عليه حبة وسخة كتير، لا هينور كده وهيبقى نظيف. يلا بينا على المكونات. هنا معانا الجل اللي هو الجل بتاع الغسيل، وهنا معانا اللي هو الدوني، وهنا معايا كلور. عايزه تبدليه بالكرول الالوان براحتك. وده بستخدمه لتنظيف السجاد، بس حبيت ان انا احطه في برضو غسيل الانتريه. قادره تستغني عنه براحتك، مش متوفر براحتك، يعني ممكن تستخدمي اي حاجه للبقع. هنا حطيت الجل مش كتير لان انا مش عايزه رغوه، انا يا دوبك عايزه نظافه مش عايزه رغوه. وهنا حطيت اللي هو المسحوق بتاع السجاد ده برضو مش كتير. وهنا حطيت حبه دوني كده حلوين بقى وكتر شويه، وانزل عليهم بحبه ميه ساقعين زي ما انتوا شايفين، ميه عاديه جدا من الحنفيه. وهنا بقى هنزل بحبة مية سخنين كانوا بيغلوا. يعني هعمل زي تعادل المية الساقعة مع المية السخنة، وبعد كده هقلبهم بقى. هروح بقى بيهم ايه على الانتريه. بصوا بقى طريقتي في غسيل الانتريه. هنا الانتريه بصوا زي ما بوريه لكم عليه وساخة السنين بجد، يعني العيال مبهدلينه. اللي في ايده شوكولاته يحط يمسك، اللي ايده مش نظيفه يمسك. بس بصوا مفيش حاجه بتصعب علينا، احنا هننضفه يعني هننضفه. لازم بقى نستخدم هنا الاسبونشة دي بتاعت المواعين اللي هي الخشنه. بصوا الاسبونشة دي تحفه، ولازم تكون نظيفه يا جماعه وجديده، مش لازم تكون بتاعت المواعين واجي اغسل بيها، لا لازم تكون نظيفه زي ما انتوا شايفينها دي نظيفه، بس هي اتقطعت كده مش عارفه يعني العيال بهدلوها. هنا بص هاخد بقى هنا حبة مسحوق من اللي احنا عملناه، وهندعك بيه الانتريه زي ما انتوا شايفين. بصوا مجرد ما همشي كده بصوا هتنضف على طول، يعني ما سبتهوش حتى حبة، بس انا سبته حبة. الحتت اللي بقت فيها بقع مش عايزة تطلع، سبته كده يتنقع شوية، وكنت برجع لها تاني، يعني كنت حاطة عليها حبة من المسحوق وارجع لها تاني. بصوا هنا انا بدعك طبعا وماسكة الكاميرا وملخومة ومش عارفه اصور كويس. انا كان نفسي اصور لكم الانتريه كله وانا بغسله، بس للاسف انا ماسكه بايد وبصور بايد فما قدرتش يعني. فانا هنا هوريكم انا هعمل ايه، وهفصل الموبايل وهرجع تاني معاكم نكمل نظافه. بصوا يا جماعه والله يعني يا دوبك انا بحط الميه والاسبونشه وبتشتغل. بصوا بتنضف على طول، يعني بصوا النظافه. انا ما تعبتش فيه قوي، بس عايز دعكه حلوه يعني برضو ما نأهملش قوي، لان في اماكن بتبقى فيها حبه اوساخ كتير، فبتبقى عايزه دعكه حلوه وان شاء الله كده هترجعي الانتريه بتاعك هيكون زي الفل وبيبرق. انا هروح اخلص وارجع لكم. بصوا خلصت بسرعه انا قفلت الكاميرا ورجعت لكم تاني على فكره. بصوا هنا المنظر تحفه، من فرق شاسع، فرق شاسع جدا من مكان ما هو وسخ ودلوقتي. بجد بصوا نور الانتريه نور يا جماعه. الخلطه دي جميله قوي واعملوها بجد ما تعبتنيش. والاماكن اللي هتحسوا فيها وساخه زياده سيبوها، يعني حطوا عليها حبه ميه ونقعوها ويرجعوا لها تاني دقيقتين كده ولا حاجه وارجعوا لها تاني. بجد هتاخدوا نظافه فل الفل يعني. بصوا الانتريه هنا بقى كويس معايا ونضيف معايا مع حبه تعديلات كده بالحاجات اللي هو واقعه فيه بالشمع بالحاجات دي. وما تنسوش بقى يا جماعه تحطوا لي لايك. وكده الفيديو بتاعنا خلص، واسيبكم في رعايه الله ومع السلامه، وانتظروني فيديو جديد. باي.